على الكرسي اللي هو بيقعد. بص يا كابتن قطه هتكلم بدون اسماء بس حضرتك هتفهمني. تمام. هو ساعه انتخابات اتحاد الكوره ما كانش بيجي شخصيات عامه بعينها في الرياضه المصريه تخاطب انديه سينا وتديها ادوات واطقم وكور وشيكات ب 50 لحد دلوقتي عشان ده بتسجل بس؟ بتسجل. انا بقى دلوقتي بخاطب الرابطه. انت يا رابطه زعلتي من الدوله ب 34 جوله. انا بتكلم بجد والله. ايوه صح. وقلنا هنعمل سنه استثناء. هنعمل زي الدوري الارجنتيني مجموعه الصعود ومجموعه الهبوط والفيلم الهندي اللي تم ده. فالحمد لله بسبب نجاح هذه التجربه الدنماركيه الجامده قوي اللي بنجيب منها اثنين لغينا الهبوط عشان الاسماعيلي. حلوه الصيغه دي. مش عشان موديل. لا خالص ولا عشان وصعدنا ثلاثه من تحت عشان الدوري بتاعنا يبقى قوي جدا مفيش منه اثنين. انا اقول لك على حاجه استنى بس عشان نخليها 40 جوله. ايه ده بقى؟ ده على كده الدوري ده هيخلص في شهر 11. اقول لك على حاجه. ما هو طب بص خد احنا نلعب سنه ونريح سنه. ده بقى كلام الناس. مين اكتر؟ عايز وجهه نظر انا عايز الحاجه على ارض الواقع وبما يرضي الله. بس في الفتره الاخيره الزمالك انما عبر التاريخ 50-50. لا انا صريح اهو معاك اهو. ده رايه محترم. الراجل هو شايف وجهه نظره ويحترم. الفتره الاخيره يعني خلينا نقول في السنتين ثلاثه الاخرانيين كان الزمالك بيتجامل في بعض ضربات الجزاء. انا بقول لك ده رايي انا. حلو. انما عبر مدار التاريخ والله الاهلي والزمالك بيتجاملوا تحكيميا وبصوره برضه عشان ما فيش حد بيحميهم. الاتحاد ما بيعرفش يحميهم من الاهلي ومن الزمالك ومن الانديه الشعبيه او الجماهيريه واكثر في وقال حميد كابتن قطه. مش عايزك تجمع كابتن قطه بعد اذنك. مش عايزك تجمع يا كابتن قطه. بص خلينا نقول يا كابتن قوه الاهلي اقوى من الزمالك في مصر. احنا عارفين الموضوع ده. الاهلي قوي. الاهلي قوته اقوى من اي حد في مصر. انا فاهم الكلام اللي انت عايزه. طلع قال لك انا كنت بعمل حاجات مع الحكام وانا مدير فني الزمالك. ما ينفعش تعدي. ولما مسكت وادي دجله قال له يا عم انت بتعدي لي هنا. يقول له دي كارثه ان الحكم ذات نفسه. لكن ما بنقولش ان الاهلي قوته اقوى من اي حد والناس بتعمل له حساب اكتر من اي حاجه. ودي ميزه في الاهلي. مش يعني هو برضه عيب عندنا احنا في اللي بيديروا. صحيح بيديروا. هل هي انتماءات بقى؟ يعني هل هي انتماءات؟ لان احنا في البلد اساسا مخصمين اهلي وزمالك وان كان الاهلي طبعا غالبيه. لا عشان انا عايز اسمعني بقى. انا لسه ما كملتش. فانا بقول لك هل هي انتماءات؟ هل هي خوف؟ هل هي هنيجي نبص لباريس. باريس انا من وجهه نظري نصر خليفي جه رمى فلوس عمل فرقه كسرت فرنسا 10 سنين. صح؟ كلام صحيح. بس باريس امتى لمع يا احمد؟ لما مارسيليا وليون وقعوا. صح. وده اللي بيحصل دلوقتي والله. صح. والله بيراميدز دلوقتي فايع علشان الزمالك والاسماعيلي وقعوا. وانا اسف ان انا حاجه قسما بالله قدام انك يعني مش عايزين اسماء. رئيس نادي انا اشتغلت معاه. أيوة. قال له انا عندي فلوس كتير. أيوة. لاحمد مجاهد ده. قال له انا عندي فلوس كتير. بيطلع له تشيك. قال له انا عندي فلوس كتير وعندي لبس كتير. انا عندي فلوس كتير. انا جاي اعرف النظام عندنا هيبقى في سينا ازاي.